بناء على توجيهات السيد مدير الصحة قام فريق اللشمانية بالتوجه إلى قرية العيشة للاطلاع على واقع الإصابات باللشمانية، حيث راجعنا لهذا اليوم 27/4 107 من راجعين، منهم 55 حالة شفاء تام، 14 حالة طور الشفاء، 37 إصابة قيد العلاج، وإصابة واحدة جديدة. وفي نهاية الجولة تم الشكر من قبل الأهالي لفريق اللشمانية على عمله الدؤوب، علما بأنه فريق اللشمانية لم تابع علاجه سابقا بهذه الحالات. هذه ماخذة كذا جلسة. نشكي من الدشمانية وجينا ولقينا الشباب مداومين وعالجونا، والله يجزاهم الخير. والدشمانية منتشرة بجميع المنطقة 101 و2. هذه شخص واحد، هذا دشمانية وهاي دشمانية وهاي دشمانية. صار تقريبا شيء 6 شهور، والحمد لله يعني أدوية ممتازة يعني متوفرة كثير، والحمد لله في تحسنات، والله يجزاهم الخير ويعطيهم العافية. 14 قد 1 2 الشباب جت حملة على الهيشة ورجعت أعالج. أول إصابتي كل 3 أيام يلقون، بعدين دوم الطيب كل أسبوع، والأمور جيدة والحمد لله. ورجعت كل أسبوع جاي نلقح، والدواء متوفر والأمور جيدة والحمد لله.